يا مساء الانوار، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. من اخر فيديو. هنعمل مع بعض النهارده اكله حلوه قوي. أكلتنا بقى النهاردة من الوصفات اللي نقدر نقول عليها خفيفة وسهلة وبسيطة وفي منت كده بتعمليها. هنعمل مع بعض الكفتة اللي بالبقدونس. قد ايه حلوة قوي، بسيطة وسهلة، كلنا اكيد بنعرف نعملها. بس حبيت اقول لكم ان انا من ربع كيلو لحمة او اقل كمان والله. ضفت عليها البيض والبقسماط والبقدونس، عملت كده خلطة حلوة قوي كده. قد ايه كانت لذيذة قوي وطعمها كان حلو قوي قوي. اهم حاجه بس اللحمه اللي عندي ما كانتش فيها دهون، يعني كانت لحمه صافي، فكان الطعم بتاعها كمان احلى كتير. متماسكه ماسكه بعض قوي قوي، ما فيهاش اي يعني ان هي ما بتتفتتش معايا حتى في السوا خالص. وكانت بجد سهله قوي. تعالوا مع بعض يلا بسرعه على المطبخ نشوفها سوا. كده بقى الصينيه بعد ما طلعت من الفرن، بعد ما استوت، قد ايه لذيذة وحلوة. وكان ريحتها بقى عايزة اقول لكم يعني تحفة. قلب المطبخ وقلب البيت. البقدونس لما بيتحط في الاكل بيبقى خرافة روعة. بصراحة ما خدتش مني سوا خالص، يعني مجرد ان انا حوالي تلت ساعة بكتير او اقل كمان. و طلعت من الفرن. بصوا اول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين اللحمة، بصوا قد ايه كانت يعني. اعتقد هي انا كان عندي كن نص كيلو وكنت اسماه، فده ربع او اقل شوية. نزلت بقى بالبهارات بتاعتي، اللي هو شوية ملح وشوية فلفل، معلقة من السماق، توم وبصل بودر وبابريكا. ولو عايزين تضيفوا اضافات تانية برضو براحتكم خالص. بعد كده نزلت ببضاية واحدة. وبعد كده كان عندي البقسماط الناعم، حوالي من 3 ل4 معالق بقسماط. عايزه اقول لكم بقى اخدتها كده ايه دعكه حلوه قوي قوي. بدخل كل المكونات مع بعض، البيض مع البقسماط، بخليها كتله واحده. طبعا اللي بيخليها كتله واحده ما فيهاش دهون زي ما قلت لكم في المقدمه خالص. اللحمه دي ما فيهاش نسبه دهون. لحمة صافي أحمر خالص. فطبعا بقت ايه، شبه العجينة كده شوية. وطبعا البيض مع البقسماط بيلمها كويس قوي. بس أنا بحاول إن أنا ايه أدخل كل البهارات وكل النكهة في اللحمة. بعد كده ضفت شوية من البقدونس. طبعا لو حابة كتير هتضيفي، بس أنا يعني حطيت كبشة كده صغيرة. وبعد كده بقى هبدأ أكورها في الصينية. عايزينها صوابع ممكن تعملوها، بس انا بحبها كور كده، بتبقى لذيذة حلوة كده في الطبق لما بتتقدم. والله يا جماعة بجد الأكلة دي طلعت حلوة قوي وتحفة جدا جدا، جربوها. مش عايزة اقول لكم ان احنا ممكن كمان نعمل الفراخ ممكن، بس طبعا باللحمة بتبقى احلى كتير. بحس كده انها بتدي البقدونس مع اللحمة بتدي نكهة احلى كتير من الفراخ. بس كده. اكلتنا خلصت. بص هبدأ بقى يعني هعيش كده في التكوير ده شوية. وهندخلها الفرن زي ما قلت لكم، ما بتاخدش اي وقت خالص، واتمنى طبعا تجربوها. وبس اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا باي باي.